السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. النهارده بقى جايه لكم بحاجه خفيفه وسهله كالعاده، بسيطه كده وسريعه هتتعمل على طول. طبعا هنعمل النهارده الرز المعمر، اكله حلوه وخفيفه ودسمه جدا وطعمها حلو، بتفكرنا بايام زمان بقى، ستي وستك كده يعني. معانا مقاديرها النهارده. انا هشتغل على كوبايتين رز مصري، معلقتين سمنه بلدي، ملح وفلفل اسود، وطبعا لبن، ومعلقتين قشطه. هنقول الرز دوت انا عامله فيه ايه. انا نقعاه لمده نص ساعه بس، يعني كوبايتين اعطوهم نص ساعه ميه دافيه، بحيث ان هو ما يحصولش معاكي في السوا، يبقى بس كده مفرول اهو، مفيهوش اي حاجه. كل اللي هعمله دلوقتي هقسمه على الطاجن. انت عندك حل، ممكن تعمليه، عايزه تعمليه في صينيه المونيا ماشي، عايزه تعمليه في برام فخار ماشي، عايزه تعمليه في تيفال جرانيت، اي حاجه هتمشي معاكي، مش شرط حاجه معينه. انا النهارده هعمل في البرامات الصغيره دي هعمل برامين صغننين كده. الطاجن ده عندي بيشيل كوبايه رز، يعني هحط هنا كوبايه وهنا كوبايه. عندي اللبن مقداره قد ايه بقى؟ يعني كوبايه الرز بتاخد كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. طب الميه فايدتها ايه؟ اللي مش هحط لبن بس كله على بعضه، اللبن مش هيسوي الرز 100%، لازم يبقى فيه نسبه ميه عشان تسوي الرز، ما تخلوش محصول معاكي ولا معجن ولا يشرب اللي هيشرب اللبن بتاعه كله ومش هيستوي. فلازم احط نص كوبايه ميه معاه بس تساعد عليه. هحط دلوقتي هقسم الرز دلوقتي في البرام، خليكم معايا بس هقسمه وارجع تاني. بصوا يا حبايبي كده انا قسمتهم في البرامين، كل واحد كوبايه رز. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا نسيت اقول في المقادير معلقتين زيت. معلقتين زيت دول بيلمعوه جدا وبيخلوه مفرول. هحط دلوقتي هنا معلقه، مش كتير عشان برضو طعمه ما يبانش، معلقتين زيت بس كده، وهنا رشه فلفل اسود، وهنا زيها الملح طبعا، هنا معلقه ملح وهنا معلقه ملح بس كده. خلاص هعمل ايه دلوقتي بقى؟ بصوا حبايبي كده، نحط هنا معلقه سمنه، بس احسن برضو لو تكون بلدي، تدي طعم وريحه احلى. طبعا رز معمر يعني سمنه بلدي معروفه يعني. اهرس كده السمنه مع الرز، هغلف الرز والسمنه والزيت والملح والفلفل كويس جدا مع بعض. بسم الله. طبعا عشان الجو برد فالسمنه ماسكه. بسم الله. بس شبعت كده السمنه والزيت والملح والفلفل، الرز كويس اوي، لو فيها حتت كده مش هتفرق. نعمل التاني كمان، ممكن تعمليه في برام كبير زي ما قلتلك، بس انا حابه ان هو ايه، الفرد ياخد ايه، طاجن صغير كده على قده. بسم الله. خلاص غلفناها كده، السمنه اختفت كلها. بسم الله. هنيجي دلوقتي بقى نحط اللبن. اللبن عندي هنا انا مدفياه، بسم الله، وعليه الميه. بسم الله. معلش، حط اللبن كله كده. ثانيه واحده بس هنضف اللي حصل ده وارجع تاني. بصوا حبايبي كده، طبعا عشان اللبن دافي زي ما قلت لكم، سايح السمنه حلو، اديله تقليبه كمان عشان كله يتشرب منه. بسم الله كده بالشكل ده كده. انا عندي هنا بقى عشان وش بقى يطلع حلو كده واحمر وطري، عندي معلقتين قشطه دوبان بس في شويه لبن كده مخففاهم كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح نازله بيها على الوش. بسم الله. هغرق الوش كله قشطه بالمنظر ده كده.
التاني نفس النظام. هيطلع بقى دسم ووش احمر وطري، هتشوفوه معانا في الاخر دلوقتي بعد ما يدخل الفرن. بس كده هيبقى بالمنظر ده. ده بقى هسيبه في اللبن الدافي دوت حوالي 10 دقايق يتشرب بس من اللبن بتاعه قبل ما ادخله الفرن. 10 دقايق ومشغله الفرن على 180 على فرن عالي عامه عشان بنام بياخد وقت عقبال ما بيسخن. على الشوايه هحطه 10 دقايق بس على الشوايه، هحطه بس يا حبايبي 10 دقايق على الشوايه ياخد اللون بتاعه ويقفل مسام عشان خاطر ما يفرش. وبعد كده هنزله تحت الشبكه، اولع الفرن عادي واقفل الشوايه واسيبه ياخد السوا بتاعه العادي خالص. يعني هياخد من تلت ساعه لنص ساعه فعلى نار عاليه. بس انا بحطه في الشوايه الاول عشان خاطر ياخد اللون بتاعه الحلو، وبعد كده هنزله يستوي. بعد ما اطلعه من الفرن هوريهولكوا تاني في الاخر. وبكده يا حبايبي ده الشكل النهائي بتاعه بعد ما دخل الفرن. بسم الله ما شاء الله، بصوا عامل ازاي، طري خالص استوى. بسم الله. طبعا هو لسه سخن مفرغ خالص اهو، ومستوي الرزايه مستويه خالص بتاعته ومش معجنه طبعا عشان لسه سخن. تلاقيه ماسك في بعضه، بس يهدى وهتلاقيه فرفط معاكي خالص. فرفل اي حاجه يعني، مفلفل يعني، قصدي انه مفلفل. والتاني نفس النظام برضو. بسم الله. والوش بتاعه طري خالص من القشطه بتاعته. بصوا ده نتيجه ان انا ولعت عليه الشوايه الاول 10 دقايق، خد الوش اللي انتوا شايفينه دوت، وبعد كده حطيته عادي بقى، قفلت الشوايه وخليته تحت. الشوايه بقى عملت اللون الحلو دوت وقفلته وخليته ما يفرش. وطبعا ده من القشطه بتاعته. اتمنى بقى تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى بقى الدعم والشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماما كنت وقعيني.